مشاهدينا متابعينا السلام الله عليكم. نقاش هادئ بعيد عن الصراخ والضوضاء. مقابلة المغرب مالي، المقابلة الثانية للمنتخب الوطني المغربي في بطولة إفريقيا بعد الكثير من الصراخ والاستياء والامتعاض. الله يخلف ويجعل البركة، الله يخلف على الدراري. عبروا كل أدلى بدلوه، كل قال ما في جعبته، حتى شي واحد ما عجبو الحال المستوى اللي ظهر به المنتخب الوطني المغربي في مقابلة البارح. ولكن راه كيف ما بغاو يكون الحال، راه هاد البطولة خصها تبقى حنا، وهذا هو الميساج اللي خصو يوصل للمدرب وخصو يوصل للاعبين. وبالعكس بالنسبة لي أنا شخصيا راه إلا كنا غادي نربحوا هاد البطولة هادي راه بسبب المقابلة ديال البارح، لأنه وأخيرا وصل الماتش الموعود، وصل الماتش ريفيرونس اللي كنا كنقلبوا عليه، وصلت المقابله المرجعيه اللي نقدروا نبنيو عليها، اللي كان كيتهرب منها الناخب الوطني السي وليد الركراكي من هذه مده. وصلت المباراه اللي غتورينا وجهنا الحقيقي في المرايه. ايوا نوضوا تخدموا ولا بغيتو تخدموا، راه هاد لاكوب راه خصها تبقى هنا باش ما كان وباي حل كان وباي طريقه ممكنه، وانا تخدم لا بغيت تخدم. الامور الان صارت واضحه، الاختيارات اندارت وكان اللي كان. ما غاديش نجيو عاد دابا وغادي نقولوا راه اليميق ثقيل، اليميق من هذه شحال هو ثقيل. اليميق راه حتى في كاس العالم كان رومبلاسون ديال 10 دقائق التاليه. كيفاش ان اليميق ولا مدافع اساسي الله اعلم. سايس جاي ما واجدش، راه حنا عارفين بلي سايس جاي ما واجدش، وما كنا حتى شي واحد عاقل ما كان معول على سايس في هذه البطوله هذه سوى المدرب بوحده. ولكن رغم كل ذلك ما نهضروش على الاختيارات، غير بين قوسين شي واحد يقول للسي وليد الركراكي راه معما خبط واحد البيت بالاكستيريور دو بي البارح في دبر راسك. هذا ماتش ريفيرونس، فرقه واقفه مزيان، فرقه كتدافع مزيان. قلنا عندنا مشكل مع الفريقين اللي كيلعبوا لنا بلوك طايح، اللي كيطيحوا لنا البلوك. هما دخلوا لعندك هادو، هما لعبوا لك بلوك طالع وضغطوك. فين الحلول؟ ما نظنش انا كان واحد السؤال كيجيني في بالي، كنقول ودي واش هاد الناس عارفين فاهمين بلي هاد البطوله راه ملعوبه في بلادهم في المغرب؟ واش حاسين بالقدر ديال المسؤوليه اللي على هما عارفين؟ يمكن حنا كنهضروا بالعربيه، شي واحد يترجم لهاد الناس، شي واحد يترجم السي وليد الركراكي ربما راه ما كيفهمناش، ربما ما اللي كيعرف شي لغه اخرى يترجم له. ولكن في الحقيقه هو ان ربما ان اللاعبين الحجم ديال المسؤوليه اللي عليهم والضغط اللي عليهم هو اللي خلاهم يكونوا هكا. والدليل هو ان مجموعه من اللاعبين اللي ما كانش عليهم النقاش بتاتا. صابيري ليفربول حارت معاه، صابيري باين باللي من الماتش الاول الثاني الولد مازال مخلوع. واش الاعداد النفسي للمقابله داك السطاف اش كيدير ماشي هو هذاك؟ واش لاعبين بزاف كيتصرفوا برعونه؟ واحد الصفره داه اكرد في وسط الميدان البارح ما فهمناهاش كاع علاش. رابط باغي يعاود الطاكل ديال كاس العالم على مبابي في اللاعب ديال مالي، طاكل بالمجان، كره ما فيها حتى شي حاجه مكبرينها حنايا. غير مالي هادي راه فيهم غير الطول، شي حاجه اخرى ما كايناش. نلعبوا غير كره اللي كنعرفوا نلعبوا. والجمهور سمعت نقاش بزاف ديال الجمهور ما قال الجمهور. سي وليد براسو كان كيقول واحد الوقيته بغيت نسمع ديك السير، وراه كاين واحد السير اخرى يا ربي ما تسمعهاش. الجمهور كتسمع سير، ولكن الا كان الحماس وكانت ضريبه وكانت كره كدور حبه حبه ونوصلوا للشبكه، الا ما كانش هكا راه غادي تكون شي حاجه اخرى. جاب الله الحمد لله البي غالي، سمعنا غير صافرات الاستهجان. كون ما كانش البي غالي كون راه بقات امور اخرى تتساقط. ايوا الى داك بنادم يجمع راسو. المقابله ديال مالي نتمناو تكون هي الانطلاقه. البطوله مازال قدامنا، عندنا ماتش ديال زامبيا، عندنا نجيريو ماتش بماتش باش ما كان. ما قدرتيش اتاكي ولي دافع لعب دير اللي بغيت. المهم هذه البطوله هذه خصها تبقى هنا باش نكونوا واضحين. لا مجال انه لا ممكن ولا ما كنقلبوا دابا على نواه ما كنبنيو فريق للمستقبل، ماشي حاجه اخرى. ما باغيناش التباكي وهذاك البكاء على الاطلال ونخرجوا شي كيصرح منا وكذا وخصنا مدرب وبغينا دبر راسك. انت هو المدرب دابا، العب الا بغيتي تلعب،
هاد البطوله خصها تبقى هنا، وهذا ماتش ريفيرونس باش من هنا للقدام ما بقاش احتماليه الخطا ممكن. راه كاع الامكانيات عندك. الزلزولي اللي كيجلس بونتوش راه مع سكيتيو كان كيدير العجب. باش نكون واضح، التركيبه البشريه اللي عندك فيها التنوع اللي بغيتي وفيها الامكانيات اللي بغيتي. جرب اخويا دير اللي بغيت. المهم داك العجينه بزاف ديال الهضره، مرابط ما فهمناش، مرابط كنا كنقولوا انه ثقيل ولكن ماشي لدرجه المستوى اللي بان به البارح. مرابط اخويا عليك الضغط، لعب اخويا غير سامبل. الا ضروري حنا مرابط ضروري نلعبوه، الا ما عندناش شي حل اخر من غير اننا نلعبوا مرابط وجايبين تير غاليين الا ما تيقينش فيه على جايبينو خويا غير المينيموم، ماشي نشدو كره ونعطيوها للناس يجيو يضربوا علينا كونتر اتاك. دابا راه الغار والله دابا راه ما عندنا حريمات نجيبوه، ما غنعيطوا دابا للكارتي، ما عندنا ما نديرو. لي كونديسيون اللي كاينين هما هادو، اللعابه اللي كاينين هما هادو، والسي وليد الركراكي الله يرحم الوالدين. شويه ديال الاعداد النفسي يكون مزيان للمقابله، نقراو شويه الخصم قبل الماتش. مالي عندها جوج ساريات في الدفاع وحاطين وسطهم الكعبي حنايا وكنروتريولو. فين كتروتري؟ والهدف اللي ماركيتيه الاول كيبين لك ان الحل هو بالو بيي، وغتدي الديفونسور وتجيبو بحال كيدير دياز. حلول فرديه غتعطيك نتيجه. بمعنى ان ماتش لعب مع لعابه تقال ساريات كذا، ماتش بدني، ولكن خصك لعابه اللي يحركوا كره مزيان، كره تدور خفيفه تحرك ندخلوا. هادو هما الحلول. لا مجال وما كاينش هامش الخطا غير متاح. وإلا كنا غادي نحيروا مع البلوك ديفونسيف ديال مالي، شي واحد يقول له للركراكي راه مصر عندها واحد صعصع ما عرف كي سميتو، واحد الربعه تما ياسر ابراهيم ولا ما غداوهش، جايبينو في ماتش جنوب افريقيا كياكلوا الكازو، وعندهم شي ناوي تما عسات على باب ديال القاهره، بالك لا كره تدخل. ولا بغيتي تلعب راه اللي جاي اكثر من اللي غادي. السلام عليكم.